شفت فضيحه منتخب مصر قدام منتخب المغرب؟ هتتصدم من النتيجه. ايه اللي حصل في منتخب مصر ده يا ريتنا ما لعبنا المباراه وانسحبنا. تعرف لو كنا انسحبنا كانت النتيجه هتتحسب 3-0 مثلا، انما انك تخسر 6-0 ليه يا عم؟ منتخب المغرب يضرب منتخب مصر بسداسيه مقابل لا شيء في اولمبياد باريس 2024. مش عارف اقول ايه والله العظيم. هل اقول انهيار منتخب مصر ولا اقول فضيحه منتخب مصر؟ والله انا بحاول انقي كلام اللي بقوله، ولكن هي دي الحقيقه زي ما انت بتسمعها كده بالظبط. يمكن علشان انا كنت عشمان ان انا اشوف ماتش كويس وفيه نديه، فده احساسي دلوقتي ممكن. طب هل كان السبب في اصابه زيزو وخروجه؟ ايوه يا جدعان. طب ما الناس كانت بتقول ان زيزو وجوده زي عدمه، هل دلوقتي خروجه بقى فارق؟ لو انت مستنيني اقول لمنتخب مصر شكرا شرفتونا، لا حضرتك غلطان. ده احنا نروح نلعب بابجي احسن ابو الكباتن لو بالطريقه دي. ده كان في اخطاء دفاعيه كارثيه وساذجه جدا، ولاعيبه تايهه مفيش تركيز ولا في حميه على الكوره ولا في اي حاجه خالص. انت للاسف ضيعت كل مجهودك اللي انت عملته في البطوله كلها بسبب مباراه المغرب دي، وانك تخسر 6-0. الصراحه نتيجه قاسيه جدا، حاجه يعني من المباريات اللي اتمنى ان نفقد الذاكره وما افتكرهاش خالص. انا كنت فاكر ابو الكباتن ان انا هشوف مباراه فيها تكافؤ فيها نديه، ما كنتش اعرف ان هيحصل السكور الكبير ده. وبعد كل اللي انا قلته لك ده ابو الكباتن بتبقى النتيجه واحده، فوز المنتخب المغربي على منتخب مصر 6-0. الف الف مليون مبروك للشعب المغربي والمنتخب المغربي.